الف حمد لله على سلامتك يا ست الكل. الله يسلمك يا حبيبي ويرضيك يا رب. الحمد لله على السلامة يا ماما، عاملة ايه دلوقتي؟ تقلقيش يا رضوى، ماما بقت زي الفل. انا كويسه يا رضوى، اطمن عليا. انا هخش اعمل لكم اكل عشان انا عارفه من ساعه ما اتحجزت في المستشفى يا قلبي واكيد البيت ما فيهوش اكل. ما تقلقيش يا ماما، المطبخ والتلاجة مليانين اكل. مليانين اكل ازاي يعني؟ وجبت فلوس منين؟ ما الفلوس اللي انت اديتها لي ما صرفتهاش، رحت جبت بقى حاجات وبعتها عشان لما تيجوا تلاقي اكل معمول. انت بجد عملت كده يا رضوى؟ وكمان لسه جايبه النهارده الفيش اللي ماما بتحبه. الله يبارك لي فيك يا قلبي وفي صحتكم يا رب انتوا الاثنين، والله انا عرفت ربي. جدع يا رضوى ان انت عملت كده. اوعدك الشغل الجديد اللي انا هشتغله اي فلوس هتيجي منه هجيب لك بها اللي انت عايزاه. وانت يا ست الكل مش هحرمك من حاجه والله. والله يا حبيبي انا مش عايزه حاجه من الدنيا غيرك انت وهي، كفايه وقفتكم جنبيه في ايه مرضي. اللي انت بتقوليه ده يا ست الكل؟ لما احنا مش هنقف معاك في مرضك امال مين اللي هيقف؟ احنا خدامينك. يا رب يخليك ليا يا ابني. هي الام هتحتاج ايه من ولادها غير حنيتها عليهم؟ يا ست الكل احنا بقول لك خدامين تحت رجليكي. حبيبي والله. خش بقى ارتاحي انت بقى عشان انت تعبانه. ماشي يا قلبي سلام. مع السلامه، هجيب العلاج واجيلك. ماشي. انت بقى قولي لي انت نفسك في ايه وانا هجيبه لك. بجد يا علي؟ اكيد طبعا. انا نفسي في موبايل سامسونج برو ماكس. لقيتنا ما سالتك. خش شوف امك يلا. شوف امك.